عندما رأيت رونالدو أمامي توقف لساني عن الكلام، ولم أستطيع الحركة من المفاجأة، ولم أعرف ماذا أقول له، وسألت نفسي سؤال: هل هذا الشخص هو رونالدو الحقيقي أم لا؟ دي كانت كلمات الطفل الإيراني أدريان بعد مقابلة أسطورته كريستيانو رونالدو. لو أنت ما تعرفش فكريستيانو رونالدو موجود في إيران، وده لأن النصر السعودي عنده ماتش في دوري أبطال آسيا ضد بريسبوليس الإيراني. بالحالة اللي عاملها كريستيانو دلوقتي في إيران في مشاعر ولا كلام يقدر يوصفها، بداية من وجود آلاف البشر في الشوارع علشان بس يشوفوا أتوبيس نادي النصر واللي جواه رونالدو، ومن ثم مئات الالاف من الكومنتات على صفحه نادي النصر. والاكبر من ده كله بقى ان كريستيانو رونالدو فاهم ده كويس ومقدر ده وبيعمل بيه. الطفل اللي قدامكم ده اسمه ادريان، وكان واحد من ضمن الناس اللي بتجري ورا الباص، ولكن لحسن حظه لقطته عدسه كاميرا. فلما اتكلم معاهم كان بيبكي وبيقول ان انا نفسي اشوف رونالدو. جيس وات، شاف رونالدو واتكلم معاه وصور معاه فيديو كمان. والموضوع ما انتهاش عند كده. البنت الجميله اللي قدامكم دي اسمها فاطمه، برغم ان عندها اعاقه بسيطه الا انها رسامه مبدعه، ومن لاعبينها المفضلين هي كريستيانو رونالدو، رسمه له اكتر من صوره. وبمجرد ما عرف ده اداره نادي النصر وكريستيانو رونالدو ما فوتوش الفرصه، والبنت جت وزارت كريستيانو رونالدو في الفندق. من اجمل الحاجات اللي عملتها السعوديه ان نجوم عالميه كبيره زي كريستيانو رونالدو هيروحوا بلاد شعوبها ما كانتش تحلم بده. النهارده كريستيانو رونالدو موجود في ايران، ومن بعدها هيكون موجود في طاجيكستان، وهيبقى متاح لالاف البشر ان هم يتفرجوا على اسطوره طفولتهم.